السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاك وفاء عبد العظيم، قناة أنا وأحفادي. النهاردة إن شاء الله هنعمل تشيكن سويت أند ساور، أو صدور فراخ سويت أند ساور، أو لو عايزين فراخ كاملة براحتكم، تمشي أي حاجة. هي سهلة وبسيطة وجميلة، مفيهاش أي افتكاسات. هي عبارة عن شوية صوصات، وهنعمل مع بعض بقى الفراخ وهتتفرجوا عليها وتشوفوها. هنسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا معايا دول 4 صدور فراخ، اللي هو صدر فرختين يعني. هقطعهم كده الأول. طبعا بنغسلهم كويس جدا، مية بملح بليمون بسكر، وبعدين بشطفهم بمية بخل، واشطفهم بمية تانية، وبعدين اعملهم زي صوابع الاستريبس، وتتقطع بقى بعد كده مكعبات اهي، قد بعضها كده. لا كبيرة أوي ولا صغيرة أوي، عشان هي بتستوي يا دوب في التحمير يعني. اهي بصوا المكعبات، حجمها حلو معقول، لا كبيرة ولا صغيرة. اهي هنعمل لها بقى التتبيله بتاعتها اللي هي هتتحط فيها. احنا ممكن الفراخ وهي كده نتبلها بملح وفلفل، وممكن تحطي التوابل في الدقيق زي ما انا هعمل. دي عباره عن كوبايه دقيق. طبعا الدقيق والنشا على حسب الكميه الفراخ اللي انتي هتعمليه. دي كوبايه دقيق عليها معلقتين كبار مليانين نشا، ونص معلقه بودر. اهو هقلبهم كده مع بعض، وبعدين هحط لهم التوابل بتاعتهم، عبارة عن ملح وفلفل وشوية كركم. مفيش توابل تانية أكتر من كده. أهي هي توابلها بسيطة، وهي كلها أكلة بسيطة وجميلة، ومية متلجة بس. وبنقلب بقى لحد ما تبقى معانا زي العجينة كده، لا سايلة قوي ولا ناشفة يعني، معقولة اللي هي تلزق على الفراخ. اقلبها كده مع بعضيها، واروح جايه حاطه لها بقى الايه، الفراخ. طبعا بنبقى مصفيينها من الميه، نحطها بقى في التتبيله بتاعتنا دي، ونركنها ساعه او ساعتين على حسب الوقت بتاعكم هتعملوا. اهو تتقلب بقى كويس كده كلها، تتغلف بالتتبيله. بصوا التتبيله لازقه عليها ازاي من اول ما حطيتها فيها اهي، ولونها حلو قوي من الكركم اللي احنا حاطينه. هنحط طاسة بقى فيها زيت سخن، ونحط فيها الفراخ. هنقليها زي ما بنقلي اي حاجة اهي. ما نكترش في الطاسة، عشان انا لما كترت بصراحة في الطاسة الاولانية لزقت كده شوية ببعضيها، بس بتفك على طول يعني ما فيهاش حاجة. لان هي عجينة، اول ما بتلزق في اللي جنبها بتروح شابطة فيها. اهو نقلبها بقى على الوش التاني لما تحمر اهي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اهي هنحمر كل الكمية اهي. الطاسة التانية انا قللتها شوية، حمرت اهي معايا. هي بتستوي في التحمير ده، ما بتغيبش يعني، ومقرمشة وجميلة قوي اهي. نطلع بقى على مناديل كده، عشان خاطر ايه، تمتص اي زيت زيادة فيها، ما تبقاش فيها زيت يعني ولا حاجة. اهو نخلص بقى كل الكمية اللي عندنا، وبعدين نبدأ نعمل لها بقى الايه، نقطع بقى الخضار اللي احنا هنحطه فيها. اي خضار بقى انت عايزاه. انا عامله فلفل الوان وبصلايه و... وكام فص توم كده. ولو في جنزبيل فريش بنحط، ما فيش خلاص بنحط ناشف، ده يمشي وده يمشي. هنعمل الصوص الاول بتاعها. انا معايا كوبايه كاتشب، هاخد منها كده يعني اسيب يجي ربعها للمكرونه، وهاخد ايه الكميه، بقيه الكميه اهي. ومعايا صويا صوص غامقه، هحط 4 معالق كبار. طبعا الصويا صوص فيها ملح، فانا مش هحط ملح تاني، والفراخ واخده ملح اصلا في التتبيله، فانا مش هحط ملح تاني، هحط شويه فلفل وخلاص. ومعلقتين كبار عسل نحل او سكر، اللي موجود عندنا هنحطه، هنشتغل بيه اهو. ومعلقتين خل. دي معلقه نشا صغيره، هحط عليها معلقتين ميه وهدوبهم، وهحط بيهم عشان دي اللي هتخلي الصوص يلزق على الفراخ. انا حطيت زيت وزبدة في الصينية، نزلت ببصلاية. انت ممكن تقطعيها اكبر من كده، انا بصراحة مدرياها لان في ناس عندنا مش بتحب البصل، يعني ممكن تقطعيها مكعبات زي الفلفل. وانزل بالثوم اهو. لو في بقى جنزبيل فريش هتحطي، مفيش هتحطي ناشف زي انا ما حطيت او بودر. ده جنزبيل بودر اهو. وبعدين ننزل بالفلفل. احنا بنخليش للبصل ولا الخضار ولا التوم ولا اي حاجة تلون خالص، يا دوبك كده تقليبة
اهي بيبقى صاحي الخضار معاكي، تقليبه بس كده، وبعدين هنروح جايين نازلين بالصوص اللي احنا عملناه اهو. عايزه اقول لكم ان هي جميله جدا وسهله جدا ومفيهاش اي حاجه، وتعتبر وجبه موفره لعدد افراد اسره كتير، هتكفي ما شاء الله، حلوه مش قليله، مع شويه مكرونه او شويه رز مبهر، هتبقى وجبه حلوه قوي اهو. هنحط بقى الفراخ بعد ما حطينا الصوص وقلبناه كده تقليبه، نحط الفراخ، خلاص لزق الصوص ازاي عليها، جميله قوي قوي قوي. ونعمل بقى شويه مكرونه جنبها. انا حطيت برضو حلة فيها شوية زيت على زبدة وكم فلفلاية، عايزين تحطوا بصل تاني براحتكم، مش عايزين انا اكتفيت بالبصل اللي في الفراخ. كام فلفلاية كده برضو مقطعين نشوحهم تشويحة، وبقيت شوية الكاتشب اللي اتفضلوا من الصوص الاولاني اللي انا عملته للفراخ، وكم معلقة صويا صوص. خلاص اهو تمام. شوية فلفل، طبعا الملح برضو تدوقيه عشان هنا الصويا صوص بتبقى ايه مملحة شوية. وهننزل بالمكرونة عليهم يا دوب بس كده، هي هتاخد لون خفيف كده جميل كده، لا هو احمر ولا هو اللون العادي بتاع المكرونة اهي، جميلة اهي. هنغرفها بقى مع بعض وجنبها الفراخ، شوية سمسم كده على الوش لو عايزين. يا رب الطريقة تعجبكم، طريقة سهلة وبسيطة، إن شاء الله تعجبكم بإذن الله، وتجربوها وتقولوا رأيكم في التعليقات. ويلا اللي ما اشتركش يشترك معنا في قناتنا، أحلى متابعين في الدنيا، عشان تكبر بيكم إن شاء الله ويوصلكم كل جديد. خلاص بقى نغرف كده مكرونة مع الفراخ، يا رب أكون ضيفة خفيفة عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.